نجدد التحية لحضراتكم. مرت مصر بثلاث مراحل انتقالية منذ يناير عام 2011. سجلت مؤشراتها الاقتصادية تراجعا ملحوظا بضغوط من الأوضاع السياسية والأمنية. وضح بشكل ملحوظ لسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية تراجع إيرادات السياحة وازدياد معدلات البطالة. حول الوضع الاقتصادي يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور حمادة فريد منصور، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير دكتور حمادة، منورنا. مساء الخير. في البداية دكتور نريد أن نشخص الوضع الاقتصادي في مصر. والله الوضع الاقتصادي زي ما حضرتك قلتي، عندنا مؤشرات الاقتصاد في تضخم، في بطالة وصلت ل 13 أو 14%، حوالي 3.5 مليون عامل، ودي الإحصائيات الرسمية. يعني ممكن يبقى في يعني الأرقام أكتر من كده. سعر الصرف تدهور، الواردات يعني زادت بطريقة كبيرة جدا عن الصادرات. أصبح في نقص في الاحتياط النقدي الأجنبي من 36 مليار دولار قبل الثورة، يمكن دلوقتي وصلنا ل 19 مليار. كلها طبعا بتحاول ان هي تسد الفجوة بين الصادرات وبين الواردات. المصانع عشرات يعني آلاف المصانع اتقفلت. التراجع الانتاج، عدم توافر الامن في الدولة ادى الى ان الانتاجية ومعدلات الانتاجية هبطت. طب خلينا نبتدي من النقطة دي، تراجع الأمن. في من يرى بأن ليس تراجع الأمن سبب في تدهور الحالة الاقتصادية، ولكن ممكن أن ننظر إليها بطريقة عكسية، أن الاقتصاد والتدهور الاقتصادي والوضع الاقتصادي أدى إلى تدهور الأمن ولو بنسبة، بمعنى أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى أن هناك وقفات احتجاجية، أدى أن هناك إضرابات، أدى أن هناك استغلال فئة من العاطلين ومن البطالة في أعمال إرهابية. فإذا تحسن الوضع الاقتصادي لهؤلاء تحسن الوضع الأمني. حضرتك بتشوف ازاي؟ لا انا عكس الرأي ده بدليل يعني، وعندي أدلة واقعية. يعني انا حد حضرتك مثال، في سنة 2010 كان في استقرار امني في البلد قبل الثورة. هذا العام اللي هو 2010 شهد اعلى معدل للتدفق السياحي الاجنبي في مصر. وصل عدد السياح 14 مليون سايح مصري أجنبي. الإيرادات كانت 12.5 مليار دولار، بما يوازي بسعر الصرف أيامها حوالي 75 مليار جنيه. فيبقى الأمن، الصناعة زي صناعة السياحة بنسميها صناعة هشة، يعني زي البورصة كده، مجرد ما أي شائعات خلاص السائح الأجنبي ما بيجيش. في تحذيرات من الدول الأجنبية بعدم السفر إلى مصر. الفنادق، الإشغال في الفنادق مثلا في أسوان وصل ل 16% في الموسم السياحي، وكان بيبقى فولي بوكد يعني كامل مشغولية في المواسم السياحية. في أسوان كان حوالي 12%. السياحة الثقافية شهدت يعني سقطة رهيبة في الفترة 3 سنوات الماضية. ده كلها يعني عملات أجنبية أو عملات صعبة ضاعت على البلد نتيجة عدم وجود الأمن. والسياحة رافد عظيم من روافد العملة، بيوفر لنا حوالي 25% من العملة الأجنبية المطلوبة في مصر. يعني اما الموضوع تدهور الوضع الاقتصادي ده، طبعا تراخي السياسات الحكومية في فترة ما قبل الثورة. وانا بعتبر يعني ان تراخيها في اي سياسات. يعني انا هقول لحضرتك حاجة. رئيس الحكومة والوزراء في الحكومة مسؤولين عن السياسات الاقتصادية اللي هي مفروض ان هي تدعم الفئات المحدودة او فئات الدخل المحدود او الفقراء معدومي الدخل. معدوم، يعني مش هنقول معدوم الدخل، هياكل منين لو معدوم الدخل؟ محدود، يعني محدود الدخل.
انا حد حضرتك في معدوم الدخل يا دكتور، في معدوم الدخل، في نسبة معدوم الدخل بيبقى فيه وسائل اخرى طبعا، يعني الليجل غير يعني غير شرعي بتساعدهم، يعني سواء التسول، الجمعيات الخيريه، الكلام ده. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه يعني ايه السياسات الحكوميه. مثلا يعني انا لما اجي مثلا افضل مرحله المترو، ان انا اوصل المترو من العباسيه لمدينه نصر والمصر الجديده. طب دي مناطق غنيه. طب ما انا وليه اجل مثلا مشروع مرحله خط امبابه مثلا. وامبابه دي من المناطق الفقيره، فيها قوه العمل النشيط، تبدا من الساعه 6 الصبح مبكر لتنتشر في جميع انحاء القاهره الكبرى عشان تشتغل العمال والصنايعيه والعمال المهره وغير المهره والكلام ده كله. مين اللي محتاج مواصلات بقى؟ يبقى التوجه خاطئ. برضه في ايام دكتور احمد نظيف ما كان عايز مثلا يعمل مترو مصر الجديده على 3 مراحل، من محطه رمسيس لكليه البنات في مصر الجديده، وبعدين للمطار، وبعدين يوصل للتجمع الخامس. هل التجمع الخامس محتاج بابليك ترانسبورت او نقل عام، وسائل نقل عام، ولا مين اللي محتاج وسائل نقل عام؟ يبقى اذا انا اللوكيشن او المنطقه اللي انا المفروض ان انا اركز سياساتي فيها. مثال تاني، مثلا النهارده جميع المناطق الغنيه في القاهره واسكندريه والجيزه مزوده بالغاز الطبيعي، صح؟ تمام. والفاتوره مثلا كانت بتبقى قبل الزياده الجديده 10 جنيه 12 جنيه 15 جنيه. المناطق الفقيره كان بيدور ب 50 و60 جنيه على انبوبه البوتاجاز ما بيلاقيهاش. طيب النهارده انا مثلا عندي بستورد 3.8 مليون طن من البوتاجاز. تكلفتهم في السوق العالمي، بيستوردهم من السوق العالمي ب 21.9 مليار، يعني 22 مليار جنيه. ببيعهم بكام؟ ب 900 مليون جنيه، يعني ببيعهم بمليار. يعني انا عندي من 22 شيل منها واحد اللي انا بعت، يبقى فيه 21 مليار دولار دعم بس في البوتاجاز. طب لو السياسات الحكوميه صح، طب ما هي تتجه للمناطق الفقيره وتوصل لها الغاز، ويبقى الفاتوره بتاعته ب 10 جنيه و12 جنيه و13 جنيه هيتحملها، واجي على المناطق الغنيه اخليه ياخد هو انبوبه البوتاجاز، هتوصله لغايه باب بيته او باب شقته يعني ب 100 جنيه، وهيبقى مبسوط وراضي. يعني هي طبعا دي سياسات كانت واضحه ان هو الاهتمام بالطبقه الغنيه. قبل الثوره كنت بتشوفي مثلا وزير الماليه بيمر على بتوع الضرائب العقاريه او شركات الغزل والنسيج او الكلام ده، ورئيس الوزراء، وقاعدين وهم يعني لا يبالوا. انا لو ما اهتمتش بالطبقه الفقيره، طب اهتم بمين؟ يعني هي دي فكره السياسات الحكوميه، ان هي تتوجه لدعم المناطق الفقيره. الغني يتحمل مسؤوليته وقادر على انه بل ويدعم الطبقه الفقيره بشكل مباشر او غير مباشر. فانا رايي ان السياسات الحكوميه تستطيع ان تغني الشعب وتستطيع ان تفقر الشعب. طب افكار حضرتك ايه في هذا المجال؟ والله انا هقول لحضرتك المنظومه عايزه اراده سياسيه في الاول، اراده سياسيه قويه وجريئه. واعتقد ان احنا الحمد لله بوصول المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسه الدوله، هو رجل عنده اراده سياسيه. واعتقد ان الموضوع يعني اذا بدأنا نبدأ بالاراده السياسيه، نمرة 2 لازم نعتمد على الذات. يعني لازم نشتغل ونتحمل. احنا كنا بنشوف مثلا ميركل رئيسة المستشارة الألمانية أول ما استلمت الحكم في ألمانيا، لقت الوضع متردي في ألمانيا. يعني ألمانيا بدأت تتراجع بالنسبة للدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي والدول الغنية، رغم ان هي دولة من الدول الغنية. قالت لهم ما فيش زيادات في الأجور، ما في، هنشتغل ساعات أكتر، محدش يسألني 3-4 سنين الأولانيين. الشعب كان عنده وعي، كان عنده ثقافة، كان عنده ثقة فيها. يبقى كان في مصداقية وشفافية ووضوح في البداية. بالظبط، منذ البداية. وده مطلوب من النهاردة. تمام. الحاجة الثانية، احنا لازم يعني الفكر اللي كلمه المشير عبد الفتاح السيسي لما اتكلم على موضوع ان احنا نعيد هيكلة المحافظات ونزود محافظات جديدة. ده مهم جدا. ان انا اوصل المحافظات للبحر، يبقى عندها
اواصر المحافظات يبقى عندها ظهير زراعي، عندها ظهير صحراوي، يبقى في امتداد. انا اتذكر ان انا مثلا في سنه 1999 بعت للدكتور جنزوري لما كان رئيس وزراء في اخر يعني عهد الحكومه بتاعته، كنت اقترحت عليه عشان احنا من اسكندريه، منطقه اسكندريه، قلت له يعني تركيز للجهود السياسيه، انا بدل ما تبقى مرسى محافظه مطروح 600 كيلو، طيب ما احنا ممكن نعمل محافظه جديده نسميها محافظه العلمين. والمحافظه العلمين دي ندعو الدول المحور والدول الحلفاء اللي كانت في الحرب العالميه الثانيه، كل دولة تبني حي من الأحياء فيها، يبقى ده الحي البريطاني، الحي الألماني، الحي كذا، وتبدأ مدينة جديدة وتبقى عاصمة جديدة في الساحل الشمالي وتنتقل إليها بقى. وإيه المقابل؟ أنا مقابل إن هو هي الدول تيجي وتبني هذه الأحياء. أولا الدول دي زرع 600 ألف فدان ألغام في منطقة العلمين. على الأقل إن هي هيبقى نوع من تذكار للحرب العالمية الثانية، وان برضو لما يبقى في اسم الحي الالماني، الحي البريطاني، الحي الفرنسي، الحي الايطالي، هيبقى نوع برضو من السياحه لمصر وليهم ان هم في ذكرى الحرب، في ذكر الحرب العالميه ان هم بيجوها. بعد كده نبني مدن عسكريه في محافظه العلمين. النهارده الاتجاه الحديث في الجيوش، بمعنى ايه مدن عسكريه؟ في الاتجاه الحديث في الجيوش ان انت بتبني مدن عسكريه خارج المدن السكنيه. قواعد عسكريه اجنبيه يعني ولا ايه؟ مصريه. المدن العسكريه المصريه. يعني النهارده مثلا انت لو رحت القاهره تلاقي مدينه نصر كلها، عشان كانت زمان منطقه يعني فاضيه، كان فيها مركزه فيها منشآت القوات المسلحه. النهارده المفروض يعني ايه فايده مثلا الكليه الفنيه العسكريه ان هي تبقى موجوده في القاهره؟ ايه فايده المعهد الفني للقوات المسلحه يبقى موجود في القاهره؟ مش ده كله ده بيعمل ازدحام في المواصلات وبيعمل طيب احنا ننقل الحاجات دي في مدن صناعيه جديده، مدن عسكريه جديده على بعد 200 300 كيلو من العاصمه، 250 كيلو من العاصمه. ابدا ان انا يعني ايه افك اختناق العاصمه الكبرى. كل النقطه المهمه جدا ان احنا لازم يبقى عندنا حاجه اسمها الماستر بلان او الخطه الرئيسيه. الدوله لازم يبقى عندها خطه رئيسيه ما لا تتغير بتغير الوزراء ولا تتغير بتغير الحكومات. كل مدينه وكل محافظه يبقى عندها ماستر بلان، بحيث ان انا النهارده انت مثلا تعالي شوفي مدينه اسكندريه، بلاش شوفي مدينه القاهره فيها 5000 فدان مقابر. 5000 فدان مقابر من قبل المماليك. النهارده لو في ماستر بلان محافظه القاهره ان كل 80 سنه بتنقل المقابر دي خارج العاصمه 100 كيلو زي ما حصل مثلا في 6 اكتوبر دلوقتي او كده، والاماكن دي تبقى حدائق عامه كبيره جدا، او تبقى انديه رياضيه، او تبقى مدارس، او تبقى كذا، هيبقى فيهم تنفس كبير جدا للعاصمه. فالماستر بلان ده موضوع مهم جدا لكل مدينه، لكل محافظه، للدوله نفسها. النهارده التوجه الجديد ان احنا يعني زمان كنا بنتكلم على ان لازم يبقى عندنا مشروعات كبرى الشعب يلتف حواليها، زي مشروع السد العالي زمان. يمكن في فتره من 1952 ل 1970 كان في استقرار والشعب ما حسش بمعاناه كتير رغم هزيمه 67، لان كان في صناعه وكان في زراعه في البلد. يبقى لازم نرجع للمحاصيل الرئيسية ان احنا نهتم بها، المحاصيل الاستراتيجية. على سبيل المثال القمح، من الفترة اللي فاتت حصلت عوامل جوية في روسيا، هم بينتجوا حوالي 95 مليون طن، بيصدروا وبيستهلكوا مثلا حوالي 45 مليون طن، وبيصدروا 50 مليون طن. العوامل الجوية ادت الى نقص في المحاصيل، ده محصول استراتيجي. فالنهارده انت ما تعتمديش على انك تستوردي من الخارج. بستورد عندي 14 مليون طن قمح تقريبا، بنتج النص وبستورد 7 مليون طن. 7 مليون طن دول في عمليات لوجستيه زي النقل، التوزيع، التخزين، الصوامع. ما عنديش صوامع كافيه للتخزين، في هدر في التوزيع، في النقل، في كذا، في فاقد كتير جدا. فالنهارده المفروض ان الدوله يكون عندها خطه استراتيجيه للمحاصيل الاستراتيجيه في البلد. على ما اعتقد هناك خبر قراته ان هناك تم توقيع اتفاقيه بين مصر والامارات لانشاء عدد كبير من الصوامع لتخزين القمح. الموضوع ده من قبل حكومه الثوره كانوا اعلنوا عن 50 صومعه،
وهم فعلا حديثا حديثا منذ اسبوع او اسبوعين. بس فاحنا المفروض ان احنا نبص المشروع تطوير محور قناة السويس. احنا في الاقتصاد بنقول حاجة اسمها الدول سيستم او الاقتصاد الثنائي. يعني بيبقى فيه منطقة متطورة جدا وبجانبها منطقة فقيرة جدا، ودي بتمثل في قناة السويس. الخط الممر الملاحي لقناة السويس من اعظم الممرات الملاحية في العالم، مفيش فيه اهوسة ولا فيه مشاكل، ولا المياه مستوية بين البحر الابيض والبحر المتوسط. يمكن في حوالي 22 مثلا او حوالي 15 ل 17 الف سفينة بتمر في قناة السويس كل سنة. لكن المنطقة حوالين قناة السويس فقيرة، ما فيهاش اي خدمات لوجستية. انا هدي حضرتك مثلا ميناء الفجيرة في الامارات وسع الطاقة التخزينية ان هو يبقى ممول يعمل تموين للسفن. وصلت الساعة التخزينية عنده 12 مليون طن، تعدى ميناء روتردام الهولندي العالمي واصبح هو بعد ميناء سنغافورة. فالنهارده احنا محتاجين الموانئ المحوريه. الحمد لله احنا عندنا ميناء زي ميناء شرق التفريعه في بورسعيد دلوقتي بيتم فيه تداول 3 مليون حاويه. لا احنا عايزينهم يبقوا 15 مليون، يبقوا 20 مليون حاويه. يبقى هو الميناء المحوري في شرق البحر المتوسط. بدل ما يبقى ناخد 90 دولار على الحاويه، لا ناخد 2000 و3000 دولار على الحاويه زي الدول الغنيه. شوف قد ايه القيمه المضافه بقى. يعني من 90 دولار تاخد 2000 او 3000 او 4000 دولار. في مقابل الخدمات التي في مقابل الخدمات اللوجستيه اللي هي ممكن ايه تتعمل. تعملي الوير هاوس المخازن، تعملي المراكز اللوجستيه، تعملي مراكز اصلاح الحاويات، مراكز اصلاح السفن، كل الحاجات دي كلها الخدمات اللوجستيه. يبقى بدل ما السفينه بتمر، لا السفينه بتاخد تموين، بتاخد اصلاح، بتاخد وقود، بتاخد كل الخدمات اللي هي المعنية بيها في المنطقة في المنطقة اللوجستية اللي بتمر بيها. ده موضوع. الحاجة الثانية مثلا يعني أنا في اعتقادي أن تنمية أو مشروع تنمية محور قناة السويس ده هيكون موضوع مهم جدا بالنسبة لسيناء. ان هو احنا كنا عاملين خطة ان احنا نزرع 3 مليون من البشر في المنطقة هناك، لان اكتر ناس تدافع افضل شيء يدافع عن المنطقة هي الناس نفسها، وجود الناس. فالنهاردة انت ما تعمل الخدمات اللوجستية دي، تعملي مثلا عشرات الباركس اللي هي المتنزهات اللي موجودة، تطوري المحميات في سيناء، تعملي خطوط سكك حديدية بالكونسيشن او بنظام الامتيازات من منطقة قناة السويس لغاية سانت كاترين، وبعدين تبدأي توصليها لطابة وتوصليها لشرم الشيخ، وتبقى دي كلها برايفت او كلها شركات خاصة بتشتغلها، ما يبقاش فيه عبء على الحكومة. تمام. دكتور حمادة، من المعروف ان عدد سكان سيناء اكثر من نصف مليون قليلا، حوالي 600 الف نسمة. ايه هي العوامل التي يمكن ان نوجدها داخل سيناء كجذب، عوامل جاذبة لأهل الدلتا والأهل الوادي إن هم يروحوا ويعيشوا ويعملوا ويؤسسوا أسرهم هناك، ويبقى لهم بيوت، لهم أولادهم هناك عايشين في مدارس؟ إيه هي العوامل الجاذبة اللي تقدر إنها تؤسس لمجمعات سكنية؟ أول شيء إحنا يعني أخطأنا فيه كدولة، أنشأنا يعني في جنوب سيناء في منطقة شرم الشيخ يعني أجمل فنادق العالم موجودة في شرم الشيخ. ويمكن أنا أتذكر رئيس بيل كلينتون لما كان في شرم الشيخ قال لك أنا مش عايز أنام لأن أنا في أجمل بقعة في العالم. خلاص. طيب أنت النهاردة لما بتشغل العمالة مثلا عندك 200 مثلا فندق في منطقة شرم الشيخ أو في جنوب سيناء، بتشغل العمالة من أهل الدلتا ومن القاهرة ومن الصعيد، بتشغله 20 يوم وتدي له اجازه 10 ايام او 15 يوم. احنا عارفين ان الفنادق في العالم كلها بتكسب. طب لو مفيش ناخد هامش ربحها 10%، تبقى في مسؤوليه اجتماعيه على الفنادق دي، وتتبنى عمارات ومساكن في ظهير الفنادق دي على بعد 10 او 20 كيلو مدن للعمال والعاملين في الفنادق، ويستقروا وملكها لهم على 30 سنه كفندق. هتسترد فلوسك، هتضمن ان العامل قاعد جنبك في استقرار،
المدينة مدينتين 3 4 اتعملوا، هيبقى تحتاج بقى مدارس، وتحتاج أسواق، وتحتاج مستشفيات، وتحتاج خدمات، فالناس هتستقر. الحاجة الثانية، احنا عندنا حوالي 138 تجمع بدوي عشوائي في شمال سيناء، وحوالي 125 تجمع بدوي عشوائي في جنوب سيناء. انا في رأيي ان يعني النظام السابق قبل ثورة 25 يناير ان هو يعطي ملف سيناء كملف امني ما ينفعش، لا. يعني المفروض اهل سيناء دول ومنظمة سيناء العربية والناس دي هم اكتر ناس ساعدوا الجيش المصري في حرب 73. المفروض ان احنا ندي اولوية لابناء سيناء ان هم يدخلوا الجيش، ان هم يدخلوا الشرطة، ان احنا يبقوا مواطنين مدنيين غريب عن عمليات زراعة المخدرات. انت اوجدت لهم وظائف، اوجدت لهم اماكن، عملت لهم تجمعات سكنية، ملكتهم الارض واديتهم اولوية. النهاردة انت شفت حضرتك مثلا السيول اللي كانت في منطقة طابة، لما كان في الناس المسؤولة بتقول لك ان كل سنة ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا سيول عظيمة جدا، مخرات السيول دي ممكن نعمل خزانات جوفية تحت الارض ونستفيد من المياه دي طول السنة. يعني في وسائل كتيرة النهاردة انت ممكن عن طريق القوات المسلحة وعن طريق الشرطة ان انت تطوري كليات الزراعة، تهتم بكليات الزراعة، بخريجين كليات الزراعة، المدارس الزراعية الفنية، ونعمل منها كتايب، ونعمل منها مستعمرات، نعمل منها قرى. الضابط كلية الزراعة، ضابط احتياطي والعساكر بتخدم 5-6 سنوات في نفس المنطقة، وبعد بينتهي الخدمة العسكرية بتاعته بنقول له والله انت هتملك 10 أفدنة، انت هتملك 5، انت هتملك 15 فدان، وادي البيت بتاعك موجود، وهات أسرتك واستقر. يبقى هو كده خلاص ارتبط بالأرض. بس انا مش هملكك الأرض الا مثلا بعد 20 سنة عشان اضمن ان هو ان هو يقعد. تنمية محور قناة السويس ده هيخلق فرص عمل واعدة في منطقة القناة، وممكن يمتد أكثر من 70 أو 80 أو 100 كيلو داخل منطقة القناة سيناء. مفروض بقى ان احنا نهتم. يمكن احنا مصر وصلت السكة الحديد لغاية بير العبد، حوالي 100 كيلو من الأنطرة شرق. احنا مفروض بقى نتجه لسانت كاترين قبل رفح شوية، ونتجه لمنطقة طابة عشان نشجع السياحة اكتر. يعني ان يبقى في تشجيع للسياحة، لان القطار امن، وممكن اللي هو اللايت ترين او القطارات الخفيفة دي الكهربية ممكن تشتغل عن طريق الشركات الخاصة. وان احنا الحاجة المهمة جدا اللي اقول لحضرتك عليها ان المشروعات دي محتاجة ماركتينج او تسويق. ما احنا مش بتوع تسويق دولي. احنا النهاردة الخطوط الملاحية الدولية الكبيرة ممكن ما تعديش على مصر خالص، تاخد خطوط بديلة. يعني تطلع عن طريق ميناء روتردام في هولندا، عن طريق السكك الحديدية، عن طريق الطرق البرية لغاية روسيا، وتطلع على الفار ايست، على الشرق الأقصى بعيد عن مصر خالص، أو تطلع من بلاد الشام على الخليج العربي، على إيران. تستطيع أن تستغني عن قناة النور؟ في تهديدات، في تهديدات. طب احنا لازم عملية وين، يعني الشريك يكسب وانت تكسب، الطرفين يكسبوا. النهاردة الماركتينج ده لازم يعني يحصل تدويل للنشاطات التجارية في قناة السويس، في منطقة قناة السويس. يعني كل المشروعات دي تشتغلها شركات overseas companies او شركات في وراء البحار او دولية كبيرة جدا، اللي هي في ايدها العملية التسويقية والتجارة الدولية. هيبقى من مصلحتها ان هي تيجي تشتغل عندي، زي ميناء دبي. النهارده ميناء دبي يمكن دخل الميناء السابع او الثامن في العالم، لان كل المشروعات، كل الشركات الدولية هي اللي شغالة. مناطق حرة، مفيش ضرائب على الواردات ولا على الصادرات، في فرص للعمالة. نقطة تانية مهمة جدا يعني عشان تنجح، ان انت لازم تغير قوانين العمل. قوانين العمل داخل مصر ما تشتغلش على قوانين العمل في منطقة قناة السويس. احنا النهاردة شفنا منطقة شنغهاي في الصين من افضل مناطق الفري زونز او المناطق الحرة في العالم. قوانين العمل في محور قناة السويس فقط، ولا قوانين العمل
في مصر بشكل عام؟ هو يعني حتى لا يقال أن هناك دولة داخل دولة، لا كما ترددت هذه الجملة في عهد السابق. ما أنا هقول ذلك. لحضرتك. هو أولا في المناطق الحرة يبقى لازم يبقى في قانون عمل خاص للناس اللي هي شغالة في المناطق دي. نمرة 2، حضرتك لمست نقطة جوهرية جدا. النهاردة مثلا كنا بنشوف الرئيس الأسبق رئيس مبارك أما بيحاول يشجع إن الناس تشتغل في القطاع الخاص ويزور مصانع القطاع الخاص، ويسأل واحد يقول له أنت بتاخد كام؟ يقول له أنا باخد 500 أو 600 جنيه. وبعدين العامل يقول له بس أنا منتظر الوظيفة الحكومية. يقول له لدي 150 جنيه. يقول له أصل فيها أمان. لأن قانون العاملين في الدولة عاطي أمان للتأمينات وما يترفدش وكذا وحاجات كتيرة. القطاع الخاص لا، يعني ممكن يكون في عامل مش مؤمن عليه مدة 10 سنين 15 سنة. طب لو مات الراجل ده مين أسرته تاخد معاش منين؟ فإذا في نفس الوقت العمل في الدولة هناك عدد كبير لا يعمل، يعني بطالة مقنعة. كويس. يبقى إذا أنا المفروض بقى إن أنا عندي القوانين القطاع الخاص في العمل بما يكفل بعض الأمان لمين؟ للعامل في القطاع الخاص عشان يبقى جاذب. في نفس الوقت إن أنا اشتغل ساعات بمفردات القطاع الخاص في قانون العاملين في الدولة عشان العامل يحس ان هو مهدد، ان هي الموضوع محدش هيقدر يرفضه لو ما انتجش. يعني لازم يبقى فيه نوع من التوازن. فاحنا لازم نراجع قوانين العاملين في الدولة سواء في الحكومة. النهاردة احنا عندنا قبل الثورة 5.5 مليون عامل في الحكومة، وبعد الثورة زودت 900,000 من العقود، أصبح عندك 6.6 مليون عامل. يعني المفروض ان انت يبقى عندك واحد لكل 200 واحد لكل 300 يخدمهم، او مع الوسائل التكنولوجية الجديدة المفروض يبقى في موظف لكل 500. بقت سهلة، التكنولوجيا بتسهل المسائل دي كلها. فالنهاردة المفروض، بس هي مش هتتعاد المنظومة دي في يوم وليلة، لازم هتاخد وقت، بس لازم يكون في إرادة سياسية لحلها. طيب، ننتقل من المشروعات القومية إلى بعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الفترة السابقة، منها الضريبة على أرباح رأس مال البورصة. وكان على أثر هذا القرار أن حدث انخفاض حاد في البورصة في اليوم التالي إلى أن تم التراجع. وكانت هناك آراء تقول أنه ليس كان المفترض فرض ضريبة ولكن فرض رسوم. نريد أن نعرف الفرق بين الضريبة والرسوم. والله أنا هقول لحضرتك حاجة. هو أولا توقيت القرار كان خاطئ، غير مناسب. غير مناسب. وإن لما يبقى فيه ستابيليتي، ولما الناس تشوف يعني في استقرار، والناس تشوف إن في الترند أو التوجه في مشروعات كويسة، في الحالة دي أنا ما حدك اتفضل. في الحالة دي إيه؟ في الحالة دي هتبص تلاقي إيه؟ ايوه اتفضل حضرتك. في الحالة دي هتبص تلاقي ايه؟ البورصة هتستقر، في استقرار سياسي، في امن، في مشروعات، في استثمار خاص اجنبي داخل البلاد. يبقى انت مش هيبقى فيه، يبقى ممكن انت جراديولي او تدريجيا تفرض الضريبه اللي انت عايزاها. طب استاذ حماده، هنرجع نكمل هذا الموضوع بالتفصيل، بس عن اهميه اختيار التوقيت المناسب لاصدار القرارات خاصة في المجال الاقتصادي. ده صح. تمام. يعني النهارده مثلا النهارده حضرتك حاجه، هم دلوقتي من اول يناير 2015 هيفرضوا ضريبه 5% على الاغنياء اللي يزيد راس ماله عن 1,000,000 جنيه. خلاص. طيب سياده الرئيس المشير السيسي كان اتكلم وفتره قبل الانتخابات في الدعاية الانتخابية، وقال ان انا احدد مصادر التمويل، وقال ان انا في مصادر عربية هتساعدنا، في مصادر محلية هتساعدنا، وانا بدور على الاغنياء ان هم يساعدوا مصر. والبعض قال ان ممكن ده يحصل مصادمات بين الرئاسة او بين النظام وبين النظام الجديد وبين الاغنياء. لكن دعوة المشير عبد الفتاح السيسي ما كانتش طالعة من فراغ. احنا من حوالي سنتين كان فيه في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي يعني بنعتبرها أغنى دولة في العالم 40 ملياردير أمريكي قالوا عملوا وثيقة وسموها تعهد العطاء. تعهد العطاء ان هم تعهدوا ان هم يتنازلوا عن نصف ثرواتهم
للحكومة الأمريكية وللمؤسسات الأمريكية. وكان منهم بيل جيتس اللي هو صاحب مايكروسوفت، وكان بلومبرج اللي هو عمدة نيويورك قال ان انا هتبرع ب9 مليار دولار. طيب احنا ليه الاغنياء عندنا ما يكونوش يعني على نفس المستوى؟ ودي امة غنية، دي امة غنية زي الولايات المتحدة الامريكية، وامة قادرة عندها ثروات غير عادية، وعندها مصادر ثروة غير عادية بالمقارنة بمصر، ومع ذلك استشعروا المسؤولية الاجتماعية. 40 ملياردير من أغنى أغنياء الولايات المتحدة والعالم، وقالوا ان احنا هنتنازل عن نصف ثرواتنا للدولة او الحكومة الامريكية والحكومات الولايات. دكتور حمادة، بالتأكيد احنا كمواطنين مصريين هنقدر استشعار عدد من الأغنياء ولا نستطيع أن نقول الكل لهذه المسؤولية، ولكن هناك عدد لا يستشعر أو لن يستشعر هذه المسؤولية. ما هي الإجراءات الاقتصادية والقرارات الاقتصادية المفترض أن يتم اتخاذها في هذا المجال، خاصة لما بنشوف الأمثلة في العالم كله؟ يعني فلاديمير بوتين عندما تقلد منصب رئيس روسيا كيف تعامل مع الأغنياء، وكيف كان الحزم والحزم في تعامله مع الأغنياء. أيضا ساركوزي في عام 2009 أصدر قرار أو قانون بتحديد هامش الربح ب25%، وألزم أن يكون هناك تيكت على المنتجات مكتوب فيها هامش ربح صاحب المصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة. أين من هذا؟ طيب أنا ليه يعني إحنا يمكن مجتمعنا ظروفه يمكن هم مستقرين أكتر، عندهم الوعي السياسي والمسؤولية الاجتماعية أعلى من عندنا كتير. معلش يعني مع احترامي هي دي الواقع، هو ده الواقع. لكن ليه ما نبدأش بالمنظومة او بالاقتراح اللي قاله الرئيس السيسي ان احنا نبدأ يعني احنا مش هناخد منهم فلوس، بس انا مثلا هقول له والله انا كدولة مخططة ده مثلا 700 مشروع. ال 700 مشروع ده انت تاخد منهم كم مشروع تعمله؟ يعني مثال مثلا مستشفى 357 موجود فرع في القاهرة وعايزين يعملوا واحد في طنطا. طب ليه واحد ما يتبرعش انه يعمل واحد في اسيوط؟ زي مثلا المركز الدكتور مجدي يعقوب اللي اتعمل في اسوان. ليه ما نعملش مثلا مركز في قنا؟ ليه ما نعملش مركز في اسكندرية ويبقى رجال الاعمال هم اللي يبقوا عملوه؟ خلاص واخد بال حضرتك؟ طيب معهد الكبد، معهد الاورام، يعني والله النهارده مثلا الحكومه تقول والله انا عايزه خلال ال4 سنين الجايه يكون عندي 10 معاهد للاورام موجوده تغطي مناطق الجمهوريه. مين من رجال الاعمال بقى اللي هو هيتبرع ويشتغل في الحاجات دي؟ يعني انا ادي مشروعات للاغنياء واقول لهم اشتغلوها ويجهزوها، ويبقى على الافتتاح والشغل، وممكن مؤسسات هي اللي تديرها، يعني مش الدوله اللي تديرها، يعني تتعمل شركات تديرها على اساس ان ايه الشركات مجلس امناء مجلس امناء مثلا، واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا الدوله تعد مشروعات وتطرح، ونشوف الريسبونس او الاستجابه بتاعت الاغنياء. والله اذا استجابوا يبقى خير وبركه ونبقى سعداء بيهم جدا. انا هقول لحضرتك حاجه مثل بسيط جدا. انا لو عندي قطعه ارض بجيب مقاول وبقول له انا عملت لك ترخيص اهو، ابني لي مثلا 10 ادوار متكرره ومجموعه من المحلات، صح؟ بيعمل ايه المقاول؟ بياخد نص المحلات وبيدينا نص المحلات، وبياخد نص الشقق وبيدي نص الشقق. اللي حاصل بقى ايه بقى مع القطاع العقاري في البلد؟ انا لما اجي ادي شركه 8 مليون متر مربع واقول له اعمل لي مجتمع جديد، اروح اعمل مثلا منتجعات واعمل فيلا المليونيه. يعني مره طالبه عندي في الدراسات العليا بتقول لي يا دكتور دي فيلا المليونيه، يعني اقل شقه بمليون جنيه، شقه مليونيه وفيلا بالملايين. طيب هل ده لمصلحه الشعب الفقير؟ طيب النهارده انا ازاي الدوله تعمل كونتراكت او عقد معاهم وتقول لك انا هاخد 5% من الشقق دي؟ لا، يقول لك اصله عمل الانفراستراكشر وعمل الطرق وعمل البنيه الاساسيه داخل المدينه، ايه المشكله؟ اديله 20% من الشقق.
بس الدولة على الأقل تاخد 30 أو 35%. أنت عارفة حضرتك لو أنت جيتي مع كل المشروعات العقارية اللي اتعملت للأغنياء وأثرياء الأثرياء في البلد، والدولة خدت بس 30% من العقارات دي، الدولة هتغطي التريليون و7 من عشرة الدين المحلي والدين الأجنبي. من إن هي مجرد تشارك. يعني أنا تشارك بمعنى إيه؟ نوضح النقطة دي أكتر. ما أنا كرجل مثلا عندي قطعة أرض بديها لي مقاول بيبنيها لي، بيديني نص المحلات ونص الشقق، مش كده؟ طب كويس. أنا كدولة كحكومة اديته أرض ووصلت له المرافق لغاية الأرض. داخل الارض بقى انا دفعت كصاحب ارض، انا دفعت للدوله ثمن الارض. لا ما دفعش، في مجانيا. في ناس خدت مجانا، في ناس خدت مجانا. انا بتكلم عن ناس خدت مجانا. خلاص. في الحاله دي انا النهارده على الاقل ما اخدش 5% من عدد الشقق، لا اخد 30 35%. لو انا خدت 35% من عدد الشقق دي كمدن، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ممكن ان انا اغطي او ادفع او اسدد الدين المحلي والدين الأجنبي الخارجي اللي هو ما يوازي تريليون و7 من عشرة. فده موضوع، يعني موضوع مهم جدا. الموضوع الثاني النهاردة احنا بصي على البنوك. الودايع نمت وصلت لتريليون و300 ألف جنيه، يعني 1.3 من عشرة تريليون. اللي تم توظيفه في قروض وتسهيلات بنكية 560 مليار. يعني عندي حوالي 740 مليار جنيه البنوك مش عارفه توظفها فين. طب ليه ما نرجعش لفكر الاقتصاد الكبير؟ طلعت حرب وان البنوك دي تعمل شركات مع القطاع الخاص في كل المشروعات الانتاجيه اللي البلد عايزاها. يعني انا لو عندي ودائع طويله الاجل 10 سنين او 8 سنين او كذا، اعمل منها النهارده انت يعني ممكن تقرضي لغايه 90% و10% بتسيبي احتياطي من الودائع مثلا، يعني خليها حتى 80. يبقى انت عندك على الاقل ايه؟ على الاقل 500 مليار جنيه، نص تريليون جنيه فوائد في البنوك، ودائع مش لاقيه توظيف. ده مصدر كبير للتمويل. تمام. اعتقد ان الموضوعات الاقتصاديه عدت الى ختام اللقاء وايضا ختام الحلقه. بنشكر الاستاذ الدكتور حماده فريد منصور استاذ الاقتصاد بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. بنصل الى ختام حلقتنا النهارده من اسكندريه مباشر ليوم الجمعه، على وعد ان نلتقي باذن الله يوم الجمعه القادم. الى ان نلتقي لكم منا ارقى تحيه. شكرا دكتور حماده.